ال 300 فلتر دول بقى صاحبي هتلاقي فلاتر غامق، فلاتر فاتحه، فلاتر للصور الليليه، كل الفلاتر اللي انت محتاجها في ال 300 فلتر دول. طبعا انا غبت ورجعت لكم بفلاتر جامده جدا، وانا مش عارف ابدا منين ولا منين، بس بجد انتوا وحشتوني، وانا عارف ان انا بدات اتاخر بالفلاتر اكتر من الاول، بس الفكره كلها صاحبي والله العظيم اللي انا بجهز لك فلاتر تمشي على الصوره بتاعتك. مش عايز انزل لك اي فلاتر، انا ممكن انزل كل يوم فيديو عادي جدا، بس هتلاقي الفيديو مش كويس في المونتاج، من الفلاتر مش كويسه، فاحنا بنطول في الفيديو وبنرجع لك بفيديو جمدان. والنهارده راجع لك ب 300 فلتر لايت روم هيغنوك عن فلاتر. بص هتلاقي فيها فلاتر ليلي، فلاتر يعني غامق، فلاتر فاتح، كل الفلاتر اللي انا نزلتها في المنتدى وقلت انزلها. وعشان ما نطولش في المقدمه وانتوا عارفين ان انا ما عادش بحب اطول الشرح اصلا، عايزك تكمل معايا الشرح كامل عشان تعرف الباسورد وتعرف ازاي تضيف الفلاتر ده صاحبي دفعه واحده اللي هم 300 فلتر. ولو انت صاحبي عايز الكومنت بتاعك يظهر معانا زي ما هو ظاهر كده بالظبط، كل اللي عليك هتنزل دلوقتي تعمل لايك وكومنت. ويا جدعان عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك وليس امرا تعمل لايك للفيديو، عشان بجد الواحد بقى يتعب في المونتاج وفي الفلاتر وكل حاجه، وانت اكيد شايف الفيديو بقى متعوب عليه ازاي. الاول كنا بنصور سكرين شاشه بالتليفون بس وننزل اي حاجه، دلوقتي بدانا نطور في الاضاءه، بدانا نطور في المونتاج، بدانا نطور في كل حاجه. فعشان يا صاحبي ما تضيعش تعب على الفاضي اعمل لايك للفيديو ويلا بينا على الشرح. كل اللي انا عايزه منك يا صاحبي تركز معايا، الشرح مش هيعدي 3 دقايق. الثلاث دقايق اول حاجه كده اعملها ادخل على برنامج اللايت روم، اتاكد ان انا معيش اي فلاتر على البرنامج. طبعا يا صاحبي نسخه اللايت روم اللي انا بستخدمها هتلاقي اللينك بتاعها في اول تعليق او اللينك اللي في الوصف. كل اللي علينا كده يا صاحبي هندخل على 300 فلتر دول عشان اوريكم ان انا معيش اي فلاتر. لو دخلت على الصوره دي كده مثلا يا صاحبي زي ما انت شايف اهو، اضغط على كلمه بيرست زي ما انت شايف كده يا صاحبي مفيش اي فلاتر موجوده. طيب يا عم بازوكا نضيف الفلاتر دي ازاي؟ كل اللي عليك يا صاحبي هتحمل برنامج RER. طبعا البرنامج ده للاندرويد بس، ولو انت ايفون وعايز تضيف مجموعه فلاتر مع بعض هتلاقيني سايب لك في علامه الاي فوق ازاي تضيف فلاتر للايفون. طيب بعد كده يا صاحبي هتدخل على برنامج RER. طبعا يا صاحبي لينك الفلاتر هتلاقيه في الوصف في اول تعليق، لازم تحملها قبل اي حاجه، لازم تحملها عشان تنزل معاك في مجلد اسمه الداونلود او فولدر اسمه الداونلود. تدخل عليهم يا صاحبي بالشكل ده كده اهو. هنا في حاجه انا عملتها جديده، انا عملت الباسورد من بره، اول ما تيجي تحمل هيطلب منك الباسورد، يعني لما تيجي تضغط كده على اللينك اللي في الوصف او في اول تعليق عشان تحمل هيطلب منك الباسورد. طب انت تعرف الباسورد ده ازاي؟ اقوله مره واحده بصوتي وانا بشرح، انت كمل معايا الشرح عشان تعرف الباسورد، لان الفلاتر مطلوب عليه. انا لو ضغطت على علامه الصح دي كده المربع ده هتعمل عليه علامه صح، بعد كده هتضغط على السهم اللي هو باصص لفوق، بعد كده تضغط على كلمه موافق. زي ما انت شايف كده ما طلبش معايا اي باسورد، بس انا الباسورد يا صاحبي عامله اول ما تيجي تحمل هيطلب منك الباسورد عشان يدخلك على اللينك، وانا شايف الطريقه دي افضل بكتير. ولو انت عايز نرجع لطريقه الباسورد القديمه قول لي في التعليقات. زي ما انت شايف كده هتلاقي ال 300 فلتر الضغط بتاعهم اتفك والدنيا تمام قوي. كل اللي عليك يا صاحبي هتدخل على مدير الملفات، بعد كده تدخل على التخزين الرئيسي. لو انت عايز مدير الملفات اللي انا بستخدمه هتلاقي اللينك بتاعه في الوصف برده او في اول تعليق، لان مدير الملفات ده اللي بيظهر معاك ملف الداتا مهم جدا. طيب هندخل على الداونلود يا صاحبي، المكان اللي احنا فكينا فيه الفلاتر. هندخل على ال 300 فلتر اهو. اول حاجه هنضغط على واحد ضغط مطوله، بعد كده هنضغط على السهم اللي فوق دوت اللي هو بيحدد الفلاتر كلها، ونضغط على كلمه نسخ. هنرجع كده يا صاحبي زي ما انت شايف اهو، نرجع وبعدين هندخل على التخزين الرئيسي وبعدين الاندرويد وبعدين الداتا. بعد ما تدخل الداتا هتدخل على اللايت روم موبايل، بعد كده هتضغط على كلمه فايل، اول واحده فوق هتضغط عليها زرارات كتير، بروفايلز ستينج يوزر ستايل. اول ما توصل عند كلمه يوزر ستايل اعرف ان انت ماشي معايا صح. كل اللي عليك هتضغط على كلمه لاصق، الفلاتر بدات تضاف معاك زي ما انت شايف كده اهو. لو انت وصلت لحد هنا يا صاحبي وما عملتش لايك اتاكد ان انت عملت لايك للفيديو ده. زي ما انت شايف كده الفلاتر بتضاف اهو كده يا صاحبي، الفلاتر اتضافت معايا زي ما انت شايف. كل اللي عليك هتخرج بقى من برنامج اللايت روم واي برنامج انت كنت داخل عليه، بعد كده هترجع تاني على برنامج اللايت روم. المفروض دلوقتي هنلاقي الفلاتر مع بعض، هوريكم دلوقتي حالا يا جدعان اهوت. هندخل على ال 300 فلتر، بعد كده ندخل على اي صوره عندنا، وبعدين نضغط على كلمه بريسيت اهوت يا صاحبي. هتدخل على ال 300 زي ما انت شايف كده يا صاحبي، دول ال 300 فلتر. وطبعا باسورد الفلاتر يا صاحبي هيكون 1190، قلت لك مره واحده بس قبل ما تحمل فلاتر اعمل لايك. زي ما انت شايف كده يا صاحبي الفلاتر جامده جدا. ال 300 فلتر دول بقى يا صاحبي هتلاقي فلاتر غامق، فلاتر فاتحه، فلاتر للصور الليليه، كل الفلاتر اللي انت محتاجها في ال 300 فلتر دول. طبعا انا غبت ورجعت لكم بفلاتر جامده جدا. زي ما انت شايف كده يا صاحبي هتقدر تضيف الفلاتر زي ما انا قلت لك. لو انت واقف معاك اي مشكله ابعت لي على الانستا برد على كل الناس، وما تنساش تقول لي في التعليقات عايزين فلاتر عن ايه الفتره اللي جايه. سلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.